بص يا جدعان، اللي بيحصل مع منتخب مصر تحت 17 سنة ده أمر مش طبيعي، وأمر مش مقبول، وأمر إحنا منتخب داخل بطولة عالم. المفروض نشوف شخصية، لينا شخصية داخلين بيها، نشوف روح، نشوف خطة نلعب بيها. لكن اللي ظهر في الملعب النهاردة عكس ده تماما. أخطاء بدائية وغياب تركيز وتمركز غريب جدا، وكأننا أول مرة نلعب قدام فريق شغال بالأساسيات. المنتخب يا جدعان والله العظيم محتاج وقفة. الناشئين يا مسؤولين محتاجين وقفة. محتاجين حد يبص على الناس، مش أي حد يروح يلعب كأس عالم. أنا عايز أقول لك إن ألف من يتمنى إن هو يلعب كأس عالم. والله العظيم في ناس تتمنى إن هي تلعب، تروح تلعب. أنت رحت لعبت، ما قدمتش مستوى، ولا روح ولا تركيز، ولا عملت اي حاجه، وكمان صاعد من احسن توالد، وبتلعب منتخب سويسرا اللي عمل عليك واحد ماتش النهارده. انت ما جيتش، انت اصلا ما جيتش. لو لسه اول مره تشوفني، انزل اضرب اللايك وما تنساش الاشتراك في القناه، ويلا بينا نتكلموا عن اوسخ المباريات اللي الواحد بيشوفها، لان الواحد تعب بصراحه. والله يا جدعان الواحد بيستغرب من اللي الواحد بيشوفه. ازاي منتخب مصر الناشئين يا جدعان ده كان بيوصل لمراحل ابعد من كده بكتير. ده كان بيوصي يمثل تمثيل مشرف، تمثيل مشرف. احنا في كرة القدم السنة دي جميع الاعمار طلعت، ده غير اللي ما صعدش. ايه، مفيش غير البراعم هي اللي فيها الامل ولا ايه؟ طيب هنعمل ايه؟ ايه يا شباب؟ ايه يا جدعان؟ يا جدعان مين المسؤول اللي اختار اللعيبة؟ انا عايز افهم والله العظيم. الواحد ما لعبش كورة قبل كده. انا مش عارف بصراحة ازاي فريق زي ده بيلعب كده. انت عندك امكانيات وعندك كل حاجه، فين بقى؟ انزل الملعب اهو، هو الملعب اللي بيحدد مين اللعيب ومين اللي مش اللعيبه يا جدعان. وانا متفرج، وانا راجل بفهم كوره وعارف الدنيا ماشيه ازاي، ولاعب 11 قبل كده. ازاي اللعيبه دي واقفه كده؟ ازاي اللعيبه دي مش عارفه توجه نفسها؟ ازاي اللعيبه دي بتأنن مع بعض؟ ازاي اللعيبه دي ما بتلعبش جماعي؟ ازاي؟ حاجات ياما من الواحد عايز يقولها. الواحد اتخنق والله. مفيش خالص. انا عايز اقول لك ان الف من يتمنى ان هو يجي له فرصه ان هو يلعب كاس عالم. انت عارف يعني ايه كاس عالم يا ابني؟ عارف يعني ايه كاس عالم؟ ده فرصه ليك انت كلاعب كوره، فرصه ليك ان انت تثبت نفسك، ان انت تشوف نادي كويس، ان في نادي ممكن يشوفك، ان انت ممكن تسافر على اوروبا، ان انت ممكن تعمل حاجات ياما. انت ما مسكتش في الفرصه دي. انت صاعد من احسن توالد، غير ان انت شايل من انجلترا بالليله. انا مش عارف بصراحه، وما جيتش اصلا. والنهارده 3-1 من منتخب سويسرا. طب انت عايز افهم انا ازاي يا بني ادم؟ مفيش روح، مفيش تمركز، غياب تركيز، غياب مدرب. انا مش عارف المدرب يا جماعه، والله العظيم الواحد زهق. انت بتختار اللعيبه على اساس ايه؟ انا عايز افهم. يا جدعان ما تنزلوا تبصوا على الناس. هو كلها ماشيه كده، كلها ماشيه كده. انزل بص على الناس. في ناس يا جدعان مدفونه تحت، في ناس تستحق ان هي تلعب، في ناس تعبانه، في ناس تستحق ان هي تلعب وتوصل، في ناس المفروض تدوها فرصتها. فين يا جماعه الناس؟ انا مش عارف والله. اللاعب بيتفرج تحس ان هو اول مره يتفرج على كوره، بتتفرج على فرقه براعم بتلعب. ازاي؟ انا عايز افهم منتخب تحت 17 سنه بيلعب في كاس عالم، مفيش تمركز، مفيش تغطيه، وكل هجمه لسويسرا انا ما شفتكش يا بني ادم انت. فيش، وكل شوطه في نص الجون. يعني انت الراجل اللي بيشوط الكوره كلها انت بتنشل واخد الرؤيه كده. ما تركن يا عم، انت مالك في متوتر ليه؟ انت الفرقه اللي قدامك بتلعب على الهادي خالص، بتلعب على الهادي واخده راحتها بص بالكفايه. فانت بتتكلم في كوره دي اللي احنا نتكلم فيها. انت مفيش مستوى، نو مستوى خالص، زيرو زيرو والله العظيم قدام اي فرقه من اوروبا. زيرو. بعد ما كنت انت بتوصل تمثيل مشرف، بتوصل لقبل النهايات، وبتوصل نص نهائي، وبتوصل ربع نهائي، بتوصل. السنة دي في حاجات غريبة. مفيش ولا منتخب ناشئين عارف يعدي، مفيش منتخب عارف يعمل رتم صح، مفيش حد بيلعب كورة بجد والله. يعني الواحد استغرب، الواحد استغرب، لأن في ناس لو جات لها فرصة زي دي أقسم بالله هتمسك فيها بإيديها وأسنانها. بس فين الناس؟ انا مش عارف اللعيبه دي جايبينها منين والله. مفيش دم خالص، مفيش حد بيلعب كوره. ازاي؟ عايز افهم. ازاي يا عم؟ طب انت خسران بالتلاته، العب بقى، العب كوره، هاجم، العب في نص الملعب. مفيش يا جدع باص عدل، باص عدل من لعيبه نص الملعب اللي هتمشي الدنيا. مفيش باص عدل والله. بص، مسخره النهارده، مسخره.
إيه اللي احنا شايفينه ده يا جدعان؟ والله العظيم احنا رايحوا فين؟ هنروح فين تاني؟ هنروح فين تاني؟ يا جماعة الناس المسؤولة بعد إذنكم، بعد إذن الناس المسؤولة، الناس اللي هي مسؤولة في الكورة واللي هي اللي بتختار اللعيبة، اختار صح بعد إذنك. في ناس مدفونة، في ناس مش لاقيين الكورة، في ناس نفسهم ياخدوا فرصة، نفسهم ياخدوا فرصة زي دي. انت كلاعب ورايح كاس عالم، انت لعيب رايح كاس عالم، انت رايح على ايه؟ انت رايح على امل ايه؟ ان انت ممكن تروح نادي كويس، ممكن كشاف يشوفك هناك ياخدك، تطلع على اوروبا، مش هتيجي على هنا، انت رايح هناك. انما انت ما في بالمنظر اللي احنا شفناه ده ولا تمثيل مشرف ولا تمثيل. يا جدع والله الواحد زهق. لا لا لا، في حاجه غريبه والله. لازم تشوفوا لكم حل يا جماعه، والله العظيم لازم تشوفوا لكم حل، عشان الواحد خلاص هي اتفقعوا. هم اتفقعوا بجد والله يا جدع. ولا في لعيب نص ملعب عارف يمسك الكوره ولا يهدي اللعب. المفروض لعيبه النص الملعب دي، ده مايسترو نص الملعب، ده رمانة الميزان بتاعة الفرقة، ده اللي هو بيتحكم في الريتم وبيسرع الريتم. ده لعيب نص الملعب، البلاي ميكر، البلاي ميكر اللي بيلعب تحت المهاجم، ده المفروض اللي هو بيهدي الدنيا، واللي تحتيه نفس النظام. عايز افهم فين الناس دي. انا عايز اقول لك ان هما تقريبا بيدوا الكرة لسويسرا ببلاش، اللي هو خد يلا روح روح هات جول، هات جول، يلا يا عم انت هتزهقنا. يا جدع بص عليه النعمة، الواحد اتخنق، الواحد اتخنق. تالت نقطة وهي المشكلة، إن إحنا عندنا الهجوم ملوش ملامح. بجد والله الهجوم ملوش ملامح، يعني ولا تحرك ولا حلول فردية ولا حتى ضغط. عايز أقول لك إن الهجمة بتاعتنا كانت بتبتدي وبتنتهي في نفس الثانية. مش عارف ازاي، اقول لك مش عارف. المدرب لازم يتسأل فين الخطة، فين رد الفعل، فين لما تسجل فينا ازاي انت ما رجعتش، فين تغييراتك، فين تغييراتك تنقذ حسيت ان المنتخب داخل المباراة بدون اي سيناريو، وده اكبر غلط انت تعمله. انت تبقى داخل انت مش عارف هتعمل ايه. المشكلة في اللعيبة، اللعيبة يا جدعان، اللعيبه. ما احنا هنقوله بقى اللي لينا واللي علينا، ما احنا لازم بقى ايه. عشان كده انت اللعيبه فيها كل كويسه والدنيا حلوه وعندها مواهب كبيره والدنيا تمام وعندها امكانيات ومحدش ينكر ده. بس المشكله في التنظيم. التنظيم ده بيجي منين؟ المدرب، التحضير، الجديه. منتخب داخل بطوله عالم لازم يكون جاهز بدنيا وذهنيا، مش مجرد اسماء وخلاص. اقول لك على حاجه، الخلاصه اللي حصل النهارده لازم يكون انذار لو مفيش تصحيح للمسار ومفيش خطه واضحه. احنا طلعنا خلاص كده، احنا كده زي الفل. احنا عايزين بقى الناس المسؤوله تهتم بالناشئين كويس. بالله عليكم يا جماعه اهتموا بالناس. في ناس نفسها تاخد الفرصه، في ناس نفسها تاخد الفرصه ويستحقوها. والله في ناس تحت نفسها تاخد فرصه ويستحقوا ان هم ياخدوا فرصه. فانت ما تبخلش على الراجل ده، ما تبخلش على الراجل ده، اديله فرصته. جربه يا جدع، جرب الناس، انزل بص على الناس. انا مش فاهم انت بتاخد منين، بتاخد من النوادي؟ انت بتاخد من اللي هم النوادي الكبيره بس يعني؟ طب ما هو يا عم بص النتيجه عامله ازاي، فين اللعيبه، فين الناس دي؟ كانت وجهه نظري في اللي حصل. قولوا لي انتوا شايفين ايه بجد، ولا قولوا لي انتوا شايفين ايه واكتبوا لي تحت في الكومنتات. يعني قول لي المشكله فين، المشكله في اللعيبه ولا المشكله في الجهاز الفني ولا المشكله في ايه بالظبط؟ بس هي المشكله مش في الجهاز الفني عامة، لأن الجهاز الفني لو جيت حسبتها هيبقى على كل المراحل، إن أنت عندك كل المراحل طالعة. استني رأيكم في الكومنتات، وما تنسوش اللايك والاشتراك، وأشوفكم على خير. سلام عليكم.